المغرب، لكن تحدث لي بالجوانب الفنيه للمباراه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك للشعب المغربي والمنتخب المغربي، ومبارك للشعب المصري والمنتخب المصري على هذا الإنجاز. حقيقة اليوم من تضع أساس قوي ورصين ومتين وتمشي بالطريق الصحيح في الخطة التي أنت وضعتها، ستشاهد منتخب المغرب. في عليك. علينا احنا ان نتعلم من هذا الدرس، لان الاهتمام بالمواهب والاهتمام بالفئات العمريه وخاصه المواهب، انت راح بالاخير بالمحصله الاخيره راح تحصل على منتخب قوي ومليء بالثقه ومليء بالابداع. اليوم منتخب الولايات المتحدة مو سيء، لكن من تقارن اكو فروقات كمجموعة هم جيدين، لكن كأفراد يمتلكون بس واحد اللي هو برايدز، يمكن برايدز اللي هو الجناح اليسار. بالمقابل من تروح على منتخب المغرب كمجموعة جيدين وكأفراد مبدعين، يعني عندهم افراد يصنع لك فارق. عندهم اخو ماش، عندهم زلزولي، عندهم رحيمي، عندهم الخنوس كذلك، يعني حتى من الخلف يعني ريشاردسون رقم 14 ورقم 18 أسامة وريشاردسون، ويجي الابداع، كل الابداع حكيمي. يعني اليوم احنا شاهدنا منتخب المغرب عمل كل شيء بكرة القدم من ناحية الاستحواذ، حتى الهجمات أكثر، عملية الهجمات أكثر. يمكن هجماتهم بالشوط الأول 85 هجمة، بنهاية المباراة كل المباراة 116 هجمة. يعني هذا يعطيك انطباع هم منتخب كلهم مواهب، كلهم مهاريين. اليوم اكو مسألة مهمة، القراءة المسبقة دائما احنا ما نتكلم عليها كابتن علي، نقول قراءة مسبقة للمنتخب الخصم، واكو قراءة داخل المباراة اثناء المباراة قصدك؟ داخل المباراة اثناء المباراة. يعني اليوم المدافع يسار شو اسمه الوحدي رائع، مباراة تاريخية. اليوم قام بواجب وانضباط تكتيكي عالي. في مباراتنا شفنا يمكن عمل اكثر من صعود، اكثر من هجمه، وكان مستمر بالصعود. اليوم المدرب محجم الوحدي بالانضباط العالي التكتيكي من الناحيه الدفاعيه، لان خطوره المنتخب الامريكي على جهه اليمين. شوف هسه لو ترجع شريط المباراه من عملون استحواذ منتخب الامريكي، كل نقل الكره كل نهايه هجمه تروح على جهه اليمين اللي هو الاخطر لاعب عندهم. بس اليوم احنا بنشوفنا يعني حتى اذا تريد تحلل كل الكلام وكل التقييم وكل ايش تحكي على المنتخب المغربي، اليوم عمل كل شيء في كرة القدم. متعة يعني اليوم امتعنا، ما حسينا كأنما اليوم انت تباوع منتخب عالمي. صحيح، وهو عالمي مليء بالمواهب. يعني انا حتى هذا المدرب الوطني محظوظ جدا باستقطابه هؤلاء اللاعبين. حتى البدلاء ما عنده مشكلة. اي والله ما عنده مشكلة. يعني من يطلع الزلزولي ينزل بن صغير، من يطلع رحيمي ينزل مهدي اللي تكلمت عليه، مهدي يعني مبين مهاجم على مستوى عالي. لكن اكو في بعض الاحيان تفكير مدرب. الف مبروك لمنتخب المغرب، يستاهلون، اتمنى لهم يوصلون للنهايه. انا متوقع يوصلون للنهايه ان شاء الله. المستوى الفني ماجد شلون شفته؟ طبعا تعقيب للكلام ابو حيدر اشار لنقطه مهمه، توظيف اللاعب الوحدي اليوم بهذه الطريقه والانضباط التكتيكي وقراءه طارق سكيتيو لامور كثيره. حتى امين ما شاء الله
قبل بداية البطولة يتحدث عن أخوماش، قال بأنه سترى مفاجأة في هذه الدورة، وتحدث عن أرقامه من خلال أداء أخوماش، لاعب يحبس الأنفاس في الأسلوب والطريقة. حتى نموذج الهدف الثاني للمغرب كان ربما نموذج يدرس من خلال اللعب على الأطراف، السرعة تبع عبد الصمد الزلزولي وذكاء أخوماش من خلال تمريرة بينية. أثبت المنتخب المغربي بأنه كبير في عطاء. رحيمي لا يرحم، رحيمي لا يرحم. رحيمي اليوم كما أشرت من خلال المقدمة بأنه يكتب التاريخ، لأنه تجاوز رقم فراس في بداية البطولة ثم سجل هدف رابع، اليوم خامس، يثبت بأنه هو الهداف التاريخي، مع تأكيد آخر بأنه هو هداف البطولة حتى اللحظة. لن ننسى بأن المغرب اليوم أضحى المنتخب الثالث عربيا يبلغ المربع الذهبي، أضحى المنتخب الرابع قاريا يبلغ هذه المحطة بعد منتخبات نيجيريا، الكاميرون وغانا. إذن هي محطات توهج على مستوى الأداء. دعنا نتحدث عن جزئيات بسيطة. عندما أشار كابتن أبو حيدر لنقطة مهمة جوهرية تتمثل في إقحام اللاعب الذي ربما لم يحظى بتجارب سابقة، اليوم أشرنا بأنه المهدي موهوب وهو في معسكر الأولمبياد وقع عقد صفقة انتقال للدينامو موسكو، أتيحت له الفرصة وكانوا يبعث بهدية للجماهير الروسية من خلال إتاحته فرصة تسجيل ركلة الجزاء الرابعة. هنا احترافية في التعامل مع اللاعبين، الجانب المعنوي يبقى إضافة نوعية لكل لاعب. أعتقد بأنها منظومة والكباتن لديهم من التحليل ما يضيف لعطاء المنتخب في هذه المباراة. ريتشاردسون هذا لاعب بريمتس، مزايا هذا اللاعب بهذا الطول، البرود هذا اللي عنده، الهدوء والبرود والإضافة. متر 95، متر 95، بس اللاعب مهاري، لاعب يمتلك من الإمكانية والهدوء، التصرف الصحيح. هو وحتى رقم 14 تاجريت ما هو صح؟ شو اسمه؟ اي أسامة التيقاني، يعني أسامة لاعبين على مستوى عالي، يعني ما شاء الله، يعني يعجز الكلام والوصف عنه. كابتن صفوان، مو جديد على المنتخب المغربي هذا التألق وهذا العلق، شفناهم احنا بالمونديال ما شاء الله عليهم امكانات روعه، لكن اليوم منو من الممكن ان نشيد به؟ حكيمي، سفيان، منير، زلزول، منو؟ يعني بالبداية خلي أبارك لنفسي، يعني أنا أفتخر أنه اليوم المنتخب المغربي منتخب عربي. ما قدم اليوم يعني انعكاسه لكل العرب، أنه المنتخبات العربية إذا ما كان عندها تأسيس بشكل إيجابي، إذا ما كان عندها استراتيج ممكن أن تضعه، ممكن أن تضاهي المنتخبات اللي ممكن أن تقلل من شأن المنتخبات العربية، وبالذات تتكلم عن الغرب بشكل عام. فاليوم ما قدم المنتخب المغربي بصراحة شيء من يفوق التصور بالنسبة لنا كعرب في عملية التأسيس، في عملية إمكانيات اللاعبين الفردية، وهذا جانب أساسي تفضلت به حضرتك. اليوم إذا ما أردت أن أشيد بلاعب بالفريق ما بمقدورك أن أشيد بلاعب معين. يعني اليوم كل لاعب في مركزه هو مايسترو، يدير مركزه ومكانه بشكل مميز، سواء ظهير اليمين حكيمي، ظهير اليسار زكريا، وسط الميدان أسامة وأمير على مستوى عالي جدا في إدارتهم للمباراة. تكلم عن خط المقدمة بلال، بالإضافة إلى خماش، بالإضافة إلى الزلزولي. كل اللاعبين عندهم قدرات عالية جدا، ودي يوظفون هذه القدرات وفق استراتيجي المدرب، مو بشكل عشوائي. ممكن خرجوا عن النص فقط في مباراة وحيدة اللي هي أمام أوكرانيا، بدأ بها العمل الفردي، طغى على العمل الجماعي وأثر على الشكل العام للفريق. اليوم حتى الاستراتيجي اللي وضع المدرب من خلال المباراة استراتيجي محترم، وأشوف أن المنافس هو اللي فرض عليه هذا الاستراتيجي. يعني اليوم المنتخب الأمريكي هو اللي فرض التوازن على المنتخب المغربي، عكس ما خاض مباراتنا أمام منتخبنا الأولمبي بسبب الضعف في قدراتنا في تخريج الكرة، مارس علينا هذا الضغط العالي. اليوم المنتخب المغربي في بداية المباراة حاول ومارس الضغط العالي للأمام، المنتخب الأمريكي خرج بالكرة، صح، سبب له حرج، بدأ رجع توازن. وهذا أيضا استراتيجية تحترم بالنسبة للمدرب في إدراك قيمة المنافس، وهذا جانب أسعى في المنتخب المغربي على أقل تقدير أن يخلق التوازن في الشوط الأول. وركلة الجزاء اللي حصل عليها أعتقد هي كانت نقطة التحول بالنسبة لكل المباراة، بالإضافة إلى الهدف الثاني. اليوم بالشق الهجومي من تنظر للدعم اللي قدمه بلال، أعتقد شيء مميز جدا. في الشوط الأول كان في جهة اليمين
مقدم الدعم لاخو ماش واللي كانوا مميزين جدا في عمليه الاختراق من جهه اليمين. ننظر للقطه الهدف الثاني، انتقال بلال الى الجهه الثانيه مع الزلزولي بمقدورهم بشكل سريع جدا بعد قطع وتحول، اخترقوا جهه اليسار بالنسبه للمنتخب او جهه اليمين المنتخب الامريكي، وصنعوا بالنسبه للهدف الثاني اللي ايضا كان له تاثير كبير على الجو العام بالنسبه لانضباط المنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي بعد الهدف الثاني خرج من مناطقه، بدا فوضى على المستوى التنظيمي، واللي مكن المنتخب المغربي ان يعزز نتيجه المباراه في تغييرات ايضا اجراها المدرب في اراحه لاعبين، في احتفاظه في بعض اللاعبين اللي ممكن ان ياثرون على المباراه القادمه في حال غيابهم. انا اتكلم على المنتخب المغربي للامانه، اليوم انا استمتع في منتخب على مستوى الافراد مميز، على المستوى الجماعي مميز، على مستوى اداره الفريق بالنسبه للكادر التدريبي مميز، فهي عوامل اجتمعت في فريق اليوم بصراحه مكن ان يصل لهذا المكان بتفوق وبتميز. وهذا ايضا يحسب لعمليه التاسيس اللي ذكرها الكابتن حمزه، انه هذا الفريق مؤسس بشكل جيد، عمليه الاستراتيجيه اللي وضعت في بناء فئات عمريه بالنسبه للمنتخب المغربي اعتقد شيء على مستوى عالي. واحنا ما اشدنا به يوم امس بالنسبه لاداء العام على الشق الهجومي للمنتخب المغرب تحقق اليوم. كل توقعاتنا كانت منصبه انه المنتخب المغربي هو في صدد انه يحقق نتيجه التاهل وانتقاله الى دور الاربعه، وهذا الامر تحقق. بالاضافه الى ايضا بارك للكابتن عصام، المنتخب المصري اليوم بصراحه محققه في ظل عودته بالرغم انه هي كانت متاخره. يعني انا شخصيا كمتابع يعني حسيت المباراه خرجت خلاص المنتخب المصري خارج البطوله، يعني خلاص حتى مع التغييرات اللي اجراها ميغالي في المباراه حسيت المنتخب المصري ممكن ان يكون اوت وخارج هذه البطوله. وبصراحه محضر سؤال للكابتن عصام بعد المباراه، لو لا سامح الله خرج المنتخب المصري، هل هي هذه العناصر اللي موجوده افضل ما موجود في مصر؟ ليش مثل ما احداث يا كابتن؟ لا انا ليش تتفاول عليهم؟ لا انا كنت دقيقه ذكرت لك يعني المباراه خرجت. انت فهمت يعني السؤال بعد اذنك؟ اي ولا يقول لو هو بيقول لو في كانوا خرجوا كان في زين خلونا في مباراه المغرب كباتن. هو بيسال سؤال. لا تقصد اوكي ماشي بعد ما ننتقل للمباراه. كابتن علاء، مدرب طارق السكتيوي قبل شهرين صح استلم المهمه قبل شهر واستدعى لاعبين فوق السن القانوني 3 اعتمد عليهم، وعنده مجموعه لاعبين محترفين يمكن ما اعرف كم لاعب، واحد بالدوري المغربي ولا لا في حدود 4 4 لاعبين فرصة. والباقيين محترفين. من يمتلك ادوات مميزه ويمتلك مدرب ذو فكر جيد تكون هذه النتائج. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نبارك الشعب وحكومه دوله المغرب، ونبارك لاخونا ماجد بارك الله فيك، ويا رب التوفيق ان شاء الله للمباراه النهائيه. بارك كل ما الله نتمناه حبيبي. وايضا نبارك الكابتن عصام الحضري، ويا رب ايضا المباراه النهائيه. وكره القدم ترى ما بها يعني صغير ولا كبير، مهما تكون الفوارق داخل الملعب. اعتقد المستطيل الاخضر اعتقد اللي راح يقول كلمته هو راح ان شاء الله يوصل المباراه النهائيه. بالنسبه للمدرب اعتقد المدرب يمتلك لاعبين على مستوى عالي. تحدثوا الاخوان وانا جوز البارحه قلت كل لاعب يعني كل لاعب مغربي هو واحد عنده حلول، يعني كل واحد فريق، يعني ما يحتار حتى اللاعب يلعب هاي المباراه واي مباراه عنده حلول. الفريق المغربي فريق متكامل، مدرب جيد، منظومه جيده، اذا كان على المستوى الاداري، المستوى الطبي، المستوى الفني، مستوى اللاعبين. اعتقد عرفوا شلون يديرون المباراه، واعتقد بسهوله. يعني مو كان الفريق المغربي العفو الامريكي كان هو سيء، بس كان الفريق المغربي مسيطر في كل اوقات المباراه، اذا كانت من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه الهجوميه، من ناحيه الوسط. كان ايضا من يفتقد الكره دائما كان استرجاعها كان بسهوله وباقل وقت ممكن يوصل الفريق الخصم. كان كل اللاعبين في وقتها على مستوى عالي، يعني ما نقدر نتحدث على اي لاعب، يعني حتى الحارس مرمى مهما تكون يعني الفريق قدم، الفريق يعطيك يعني تحس هاي المباراه تشاهدها عبالك مباراه خلصت ب5 دقائق 10 دقائق، تحركات داخل الملعب خارج، يعني تشوف الكره دائما يصير التنقل بسهوله، يوصلوا للهدف الخصم في اي وقت يريدون يوصلون. والدليل الحكيمي من اخذ كره من الدفاع لحد ما وصل للهجوم براحته، يعني مسيطر براحته، شوك مين يسجل. هذا دليل على اكو شغل، اكو عمل منظم، اكو لاعبين متدربين، اكو لاعبين محترمين مهنتهم كلاعبين،
هم كلاعبين كرة قدم محترم مهنته كمحترف، يعني قاعد يسعى ويتطور نفسه ويجتهد. هذا المنتخب اعتقد للتصفيات الكاس العالم الجايه، اعتقد هذا منتخب يعتمد عليه في المستقبل ان شاء الله. هذا ما نتمناه احنا. يعني بالنسبه للفوارق هي ماكو فوارق، وخصوصا مهما يكون راح يلتقي مع الفريق الفرنسي. اعتقد المنتخب المغربي سيواجه اسبانيا العفو. نعم. قلنا اسبانيا على يعني عنده لاعبين، لا الفريق المغربي كان راح يكون اقوى، وان شاء الله راح يكون يوصل المباراه النهائيه اذا بقى على نفس العطاء نفس الامكانيه اللاعبين. المدرب يعرف يدير المباراه، الاحتياط نفس الاساسي، وهذا ما ينجح المدرب. يعني انت لاعب من الطلعه وتنزل لاعب، اعتقد المدرب ما عنده هواي حلول، وهذا ما نتمنى ان شاء الله يوصلون للمباراه النهائيه. قراءة صحيحة الحضري، قراءة صحيحة من المدرب، امكانات لاعبين مميزين، 3 نجوم بالمنتخب المغربي فوق السن القانوني، اضافوا الكواليتي العالية، اضافوا الكمية المميزة والنوعية المميزة عفوا. وجود لاعبين مثل سفيان رحيمي، مثل اشرف حكيمي، كان لهم الدور البارز والاكبر في المستويات المميزة اللي قدموها. بص يا علي، عشان نتكلم يعني بمنطق لازم نشكر كل المسؤولين في المغرب. ليه؟ أنا واحد كعربي ومصري بفتخر إن في منتخب مغربي أو منتخب عربي بنفس قوة المنتخبات الأوروبية على مستوى العالم. لأن احنا بنبص للمنتخب في طفرة في الكرة المغربية، بداية من المنتخب الأول في كأس العالم 2022. الطفرة طبعا المنتخب الأول عملها واخد رابع العالم. النهاردة نفس القرار بيكرروا المنتخب الأولمبي. دي حاجات ما بتجيش من فراغ، وأتمنى أن كل المنتخبات العربية تمشي بنفس السيستم اللي هو المنتخب المغربي. أنا بقول كلام وممكن في بعض الناس اللي بيبقى عايز يتعلم بيبقى مبسوط من الكلام، اللي ما هوش عايز يتعلم هتلاقيه بينتقدنا. احنا لو بنبص على المنتخب المغربي النهارده ممكن ما نقولش منتخب مغربي، شيل اسم المغرب، شيلوا اسم المغرب وشيلوا اللوجو بتاع المغرب، تقول منتخب اوروبي. لعيبه على اعلى مستوى، استاف، مسؤولين، دعم، حاجه ولا في الخيال. انا بتفرج على ماتش المغرب النهارده ببقى حاسس ان المغرب في اي وقت ممكن يكسب. والنهارده لما تشوف المغربي بيجيب كميه الاهداف في الاربع مباريات دولت، بيتهيألي ممكن يعدي هو يتفوق هو اقوى امين اقوى خط هجوم دلوقتي الحين اقوى خط هجوم، الحين اقوى خط هجوم مع كمان قله الاهداف اللي عنده. يعني ما فيش داخل في اهداف برضه تعرفك ان المنتخب. وبعدين انت قلت ان في 3 لعيبه موجودين على مستوى عالي، حتى لو شلنا ال3 لعيبه نفس الحكايه، هتلاقي قوه المنتخب المغربي موجوده. بدليل في مجموعه كانت بتلعب في كاس افريقيا انديتها ما وافقتش، ما فيش يعني ان هم يجي يوافقوا ان هم يجي يلعبوا معاهم في الاولمبياد، في غيرهم جاهز. منتخب مش عنده منتخب واحد ولا من 2، عنده من وجهه نظري 3 منتخبات، ودي حاجه لازم تشكر المسؤولين. لو بصينا المباراه، اول طبعا حاجه في اول ربع ساعه طبعا، وحته ضربه الجزاء اللي دخلت وجت ضربه جزاء في اول المباراه، وانت كنت موجود معايا يا علي واحنا بنتفرج. نقطه تحول المباراه في اول ضربه الجزاء، لو ضربه الجزاء ما دخلتش كان هيبقى ماتش هتحس ان المغرب تكسب، بس كان هيبقى ماتش فيه يعني هيبقى زي ما بقول لك ايه، راس براس، مع قوه اللاعيبه المنتخب الامريكي مع سرعتهم. ممكن النهارده ما شفناش ان المنتخب الامريكي راح بكره على المرمى بتاع المنتخب المغربي، بس تحس ان في صراع في نص الملعب، تحس ان في صراع في خط الدفاع الامريكي. الهدف طبعا ريح المنتخب المغربي. لو احنا بنبص يا علي في حاجه النهارده حصلت في المنتخب المغربي وبالذات حكيم، شفت لما الجول الاولاني هم جابوه، شوف تجمع اللاعيبه ال9 لاعيبه او ال10 لاعيبه ليدرشيب. اعطيني هاي الصوره احمد، واتفرج على السجده بتاعت، اعطيني صوره السجود. السجده لا
في لقطه ليه قبل بص، في 3 حاجات لقطات. اول لقطه ضربه الجزاء، 4 لعيبه واقفين في ال 18 بيبصوا مع بعض يشوفوا مين اللي يشوط، وحكيم هو اللي ماسك الكوره. شوف القائد. طنيها فول سكرين هاي الصوره. تاني حاجه، لا ماشي اشوف. تاني حاجه يجي اشرف يطيه للاعب، اشرف يديها للاعب. تاني حاجه شوفوا الاشرف حكيمي يلم المجموعه كلها وبعد كده يسجدهم. شوف كلمه القائد، مين اللي يشوط، مين اللي يتكلم ساعة السجود، مدرب ثاني. بس حكيت انا عن الموضوع. دي حاجه من الحاجات يا علي. صح، بص يا مدرب علي، ثاني. دي حاجات من الحاجات عمرها ما حصلت في المنتخب المغربي الا في قطر وفي الاولمبياد. مع العلم انا لعبت ضد المنتخب المغربي كتير، رغم ان كان المنتخب المغربي عنده لعيبه على اعلى مستوى، بس اول فتره في حياتي ابص عليها المنتخب المغربي 2022 اللاعب المغربي كان يقف في السلام الوطني ما يعرفش يقول السلام. انا غلطان؟ مسألة اللغة بس. انا غلطان؟ بص دلوقتي شوف اللاعب المغربي في 2022 وبص دلوقتي في الاولمبياد. دي حاجات تعرفك لا في تغيير. طبعا في تغيير. حتى لو انتش عايز تحفظ ده، احفظ السلام الوطني بتاع بلدك. صح. احفظ. كل دي ايه؟ حاجات تديك عوامل التوفيق، عوامل النجاح، عوامل الترابط، عوامل الهدف البلد تروح لمكانه بعيد، عوامل ان المنتخب المغربي دلوقتي يطلب اي منتخب في اوروبا يلعب معاه، اي منتخب في العالم وبدون فلوس. ده حقيقه. البرازيل راحت لعبت معاهم في كذا، ولا في لعبوا في الرباط الماتش او في اللي هو الماتش الودي بعد تصفيات بعد كاس العالم 2-1 للمغرب. تلعب فين؟ في كازابلانكا ولا في الرباط؟ اعتقد الرباط. ها؟ ومن غير فلوس. دي تعرفك ايه؟ ان منتخب ناس بتشتغل، وطول ما في شغل طول ما في نجاح. طول ما في ترابط في نجاح غصب عنك وعني. كابتن عصام حتى القائد يعني حتى سهل القائد الحكيمي يسهل امر المدرب يعني بالداخل المستطيل الاخضر، يعني هو مدرب ثاني. اشرت انا لهذه النهارده يا كابتن علاء اتفرج بقى، المغرب النهارده العالم كله بيقول على المنتخب المغربي. صح. كله بيفتكر قطر. نعم. وبيفتكر دلوقتي مين؟ اليوم المغرب. صح. عشان كده يعني انت هتلاقي المنتخب المغربي بيلعب مع اي منتخب وهو مرتاح. مفيش شد، مفيش عصبيه، في احترام. الكره النهارده السريعه، شوف التحول بتاع المغرب من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع. شوف التحول 1 ضد 1. شوف اللعيبه في نص الملعب مترابطه ازاي. كابتن عصام عفوا المقاطعه، انا اقول تجربه المغرب يعني الان جدير بكل الدول العربيه ان تدرس وان تطلع عليها كثير من الاتحادات، ويصير انفتاح افضل ما نروح نعسكر في اوروبا وفي بعض الدول اللي ما نستفاد منها. هذا البلد يجب ان تدرس هذه التجربه، كيف خطوا، كيف انه استمروا بهذا النهج، شنو الاسلوب اللي يوصلهم للعالميه. احنا اليوم كدول نريد نتطور كدول عربيه، مثل ما اليابان يعني كفيله بتطوير المناطق او الدول اللي حولها. اندونيسيا الان تبنت هذا المشروع. احنا اليوم المغرب بلد عربي وشقيق، احنا الاولى والاجدر نكون قريبين منها. انا كحضري اتمنى من مصر ومن تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن تاني ومن العراق او كل الدول العربيه، اتمنى كل ناس مسؤولين عن المنظومه وعايز تعمل تاسيس صح لازم تشوف اولادك اللي هم بره الدوله. هو في ليه؟ لو انا النهارده هبص على تونس عندها لعيبه على اعلى مستوى في اوروبا، بس ممكن تلاقي اغلب اللعيبه كلها بتحاول تمثل المنتخبات الكبيره. مصر نفس الشيء عندها لعيبه، العراق عندها لعيبه، المغرب عندها لعيبه، بس عندهم رئيس بيعرف يقنع اللاعب. السياسه بتاعته جرافيك، السياسه بتاعته بيقدر يقنع اللاعب ويخليه يسيب ريال مدريد او يسيب اسبانيا ويجي المغرب، يسيب اسبانيا في برشلونه ويجي المغرب. ليه؟ انا قريب من الثلاث دول بالاخص تونس والمغرب والجزائر، قريب منهم من اللعيبه بتاعتهم. ده اللي بطلبه
عندك بعد كده تاسيس في دولتك، اوكي يبقى احنا كلنا بنكمل بعض. عندك لعيبه بتلعب في احسن انديه في العالم او احسن دوريات في العالم صغيره، دول متاسسين. عندك مجموعه في مصر مؤسسه صح، في الاخر كل اندماج هيوصل يعمل لايه؟ للنجاح. ماليش دعوه بالنتيجه، ما بتكلمش عن النتيجه، انا بتكلم على الاسس، بتكلم يبقى عندك ثبات ويبقى عندك طموح لقدام. انت النهارده انا بقعد اتفرج، لا 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 حاجه تانية. عشان كده انا بطلب من كل الدول العربيه، انت العراق عندك النهارده عندك مجموعه لعيبه موجوده بره في كل الدول، بس في لعيبه بتبقى عايزه تمثلك وفي لعيبه مش عايزه تمثلك، بس من يجيبهم على الطريق. لا بس مش نقول لك. طيب، كابتن عصام، شوف قبل ما نرجع جوست حاجه في المباراه، انا مش نحكي على التخطيط نتاع المغرب. انا حكيت مره لهنا وقلت لكم راهو في التخطيط في المتوسط المدى وفي بعيد المدى وفي قريب المدى. المغرب كي عمل تخطيطه باش يحسن عمل تخطيطه على متوسط المدى وبعيد المدى، اما اختصر المسافات. كيف اختصر المسافات؟ مشى وبحث على ملاعبيه الاصول مغربيه مولوده خارج اوروبا ومتكونه تكوين صحيح، وفي نفس الوقت انشا اكاديميه محمد السادس وبدا في التكوين. معناتها الاثنين. اما فما حاجه مهمه لازم تفهموها، المشاريع الرياضيه ما تنجح كان تبدا الظروف الاقتصاديه نتاع الدوله ظروف اقتصاديه ممتازه وكويسه، وهذوما يمشيوا مع بعضهم متوازيين. المشروع الرياضي في المغرب ناجح لانه في اراده الدوله وفي امكانيات كبيره حطتها الدوله ماديه باش تنجح. الافكار والماده، تمشي لدول اخرى تلقى الماده وما تلقاش الافكار، وتمشي لدول اخرى تلقى فيه الافكار وما فيش الماده، لازم يلتقيوا الاثنين. انت نعطيك انا مثال، علينا احنا تونس وقتها امتى كان الانجازات معناتها الرياضيه الكرويه في تونس معناتها على المستوى الكروي كبير؟ وفي التسعينات في اول الالفينات لما كان الوضع الاقتصادي مزدهر ومزدهر كثير معناتها في تونس وفي اي دوله راهو لما تروح هذوما الاثنين راهم يمشيوا مع بعض، لانه صحيح. الافكار اللي تجسد على ارض الواقع لازم معناتها ماده. بالنسبه اللي قالوا ابو امير حكى على مين اللي يجيب اللعيبه. اي اتحاد يحترم نفسه الحين في كرة القدم لازم يكون عنده خلية متابعة للاعبين المزدوجين الجنسية. يروح انا رحت جبت لاعب باش يكون معي يوم الاثنين في المعسكر نتاع الاقل من 16، رحت جبت لاعب من المنتخب السويدي عنده دبل ناسيوناليتي، عنده التونسي والسويدي، اتصلت بابوه امه سويديه، الابوه يحب ابنه يلعب مع تونس، اتصلت بابوه جابه موجود في تونس يوم اثنين يبدا معناتها مع المنتخب التونسي. لازم تكون عندك خليه، المغرب عندها خليه، العراق شنو المشكل معناتها في الاتحاد العراقي؟ العراق ترى موجود فيها عندنا مشكله فيها لاعبين دوليين برا موجودين. مش مشكل، مش في لاعبين دوليين، لا المشكل في راس الهرم، مشكله راس الهرم تاع الخليه. لا انا اتكلم عن النقطه هذه اللي انت تتكلم عن الاوروبيين والخارج. مثال احنا كان في تونس نحكي عن مثال كما موجود في المغرب راه في مدير رياضي في المنتخب، مدير رياضي المنتخب هذا شغله تحت منه فما يتفرع 7 8 9 10 من الناس موزعه في العالم، يتصل بها ويجيب اللعيبه ويروح هو يشوف اللعيبه ويشوف المستوى نتاعهم ويتابعهم، اذا هم يستحقوا باش يكونوا موجودين يجيبهم في نفس الخليه. لازم يكون خليه متابعه للاعبين اللي عمرهم اكابر وخليه متابعه للاعبين اللي عمرهم اجانب. هذا اي اتحاد يحترم نفسه باش يقتصر المسافات، على خاطر فيه شيء مهم. الزلزولي واخو ماش لما يجيو في عدوى ايجابيه تتعدى للاعب المغربي المحلي، ما هو في لاعيبه مغاربه محليين تو في المنتخب الاولمبي لما يلعب مع حكيمي ومع اخو ماش متكونين في اوروبا وشوف عاداتهم وكيف يتصرفون في التربصات، في عدوى ايجابيه، في عدوى ايجابيه. كابتن امين نعم تفضل. من اجى كابتن عدنان درجال اعتقد الفتره مال كابتن عدنان درجال وبدت يعني شلون بنقول بدا قام يستقطب اللاعبين المحترفين صح. وهذا الدليل انت احنا من بطوله الخليج بدينا المحترفين قبل كانت عندنا مشاكل هواي وين المحترفين، يعني بين المحل وبين المحترف صارت عندنا مشاكل، بس من بدينا شوي شوي نستقطبهم ونشوف اللاعب الزين وباعتناء وبمشاركته بالدوريات يلعب بها. هسه هسه فشلت الكره العراقيه. لا من تعاقد لا مش كاس. خلينا في اللعيبه. في نقطه اخرى باش نقولها لك، وفي ناس ما تحبش تقول النقطه ذي، ما اللي خليني نقولها لك. باش تقنع لاعب في مستوى عالي باش يجي يلعب معاك لازمك الماده.
هذا راهو لازم شنو؟ مؤكد الماده. اي طبعا. لازم الماده. علاش انا اؤكد على الجانب المادي باش تقنع كيما تونس. احنا اقنعنا حنا بعض المجري اللي هو موجود في مانشستر الحين باش ما يلعبش مع فرنسا ويلعب مع تونس. كيما اقنعنا سيلفا دوس سانتوس باش جنس تونسي ولعب معنا وحمل معنا كاس افريقيا. كيما المغرب اقنعت ابراهيم دياز، وكيما الجزائر كيف الجزائر عندها نفس التمشي. وشوف المنتخب الجزائري اللي كان لاعطاء كل ذي حق من حقها. اول تجربه الجزائر ثم المغرب وتونس، والان المغرب هي رائده. جميل. في هذا ماجد، انا صار الحديث عن اكاديميه محمد السادس وصار يوما اريد داخل، لكن اعتقد اجى الوقت. اذا نشوف اللقطات للاكاديميه، هذه الاكاديميه اسست في المغرب عام 2008 صح؟ بدعم الدوله ومشروع فذ بلاعبين على غرار اكاديميه سباير. مواهب موجوده بالمغرب، الدوله اجت وتبنت هذا الموضوع ودعمت هذا المشروع. هذا الافتتاح طبعا 16 مايو اعتقد 16/5/2008 افتتح الملك محمد السادس ملك المغرب. ماجد اذا تحدث لي عن تفاصيل هاي الاكاديميه من التاسيس وحتى تصدير اللاعبين للمنتخبات المغربيه. أولا كانت هناك دراسة لهذه الأكاديمية من جميع الجوانب. أول شيء المكان الذي بنيت فيه هذه الأكاديمية في الرباط هي بالقريب من سلا ونهر أبو رقراق، وبالتالي هذه المنطقة حسب الأخصائيين وخبراء الكرة قد تكون واحدة من أفضل الأماكن في العالم على مستوى اختيار المكان، على مستوى الطقس، علاوة على أمور كثيرة. هذه الأكاديمية من باب التعليق فقط بأنها صدرت للمنتخب المغربي 3 أسماء: عز الدين أناحي الذي تألق في المونديال، علاوة على لاعب كبير بمواصفة يوسف النصيري الهداف التاريخي للمنتخب المغربي. شوف الأهم شيء هو هذا اللي نشوفه فيه، دراسة. هو القطب الدراسي. أنا نواصل في الموضوع. القطب الدراسي حتى الدراسة بمعايير خاصة، دراسة داخل الأكاديمية طبعا، وأحدث أساليب المناهج الدراسية في العالم. الصور قدامك يا انفتاح على العلوم، على الكمبيوتر، على أشياء كثيرة تخول للمتلقي أن ينفتح على هذه الثقافات، وبالتالي تصنع نموذج ما بين اللاعب المثقف المبني على أسس علمية وفكرية، وكذلك الجانب الكروي من خلال ملاعب تتوفر فيها شروط كثيرة. مثلا هذه الملاعب ذات جودة عالمية. عناصر سياتل الأمريكي التي شاركت مؤخرا في كأس العالم للأندية، وليس من خلال تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، عبر وسائل الاتصال أشارت بأنها لعبت من خلال فترات تدريبية على عشب يعتبر من أفضل وأجود عشب رأته في حياتها في العالم. هذا فريق سياتل بعناصره، ونعرف أمريكا وما أدرك ما أمريكا. نقطة أساسية وجوهرية، ربما هناك انتقادات في المغرب من بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بأن هذه الأكاديمية حتى اليوم لم تصدر عديد الأسماء، ولكنها هي تغذي المنتخبات السنية تحت 17 تحت 19 المنتخب الوطني. إذن هناك مشاريع، وبالتالي المغرب يحصد اليوم وسيزرع مستقبلا. الأكثر من ذلك، حتى في اختيار أمين هذه الأكاديمية تم العودة لبعض الأكاديميات كربما منتجع كلير فونتين في فرنسا، وتم الأخذ بعين. هذا يعتبر من أكثر مراكز التدريب في العالم. نتحدث عن كيف هيأ ميشيل هيدالغو فيلسوف الكرة الفرنسية، وعديد الأسماء، إيمي جاكي. كانت المغرب هناك تقارب مع الفكر الفرنسي والفكر المغربي، واليوم نرى هذه الأكاديمية اليوم نموذج يحتذى عالميا. احنا في تونس معناتها كانت عندنا اول اكاديميه في شمال افريقيا اللي كانت اكاديميه برج صدريه، ثم المغرب جاء وعمل الاكاديميه ذي ما فيها لمثال. نعطيك مثلا مش تعرف النتائج لما تكون عندك الاكاديميه ولما يكون عندك جيل احسن جيل نتاع لعيبه معاك ويدرس الكل مع بعضه في نفس المكان وينام ويتدرب الكل مع بعضه. في كل مره كان عندنا جيل في المركز هذا رحنا كاس العالم لاقل من 17 سنه. ثم الحين الحمد لله انه في وزير الشباب والرياضه والوزاره والدوله اعادت احياء نفس المركز. كابتن امين اتطرقت على وزير الشباب والرياضه. شوفي هاي الافكار اصبحت معتاده بالدول، يعني سباير في قطر صح. نفس النهج الان اللي اشوفه. شوف كنت يعني امني النفس
بتوزير الأخ عدنان درجال كانت فرصة ذهبية ينشئ نفس الأكاديمية. اللي يعرف عمل الوزارات وكيفية درج المشاريع سنويا، الإخوان يمكن العراقيين يعرفون أنه كل وزارة لها تخصيص مالي تدرج مشاريعها وتقدمها لوزارة المالية وتحصل موافقة من رئاسة الوزراء، وتبدي أنه المشاريع ترى النور، كما رأت النور مشاريع كبيرة وكثيرة من قاعات إلى ملاعب كبيرة إلى ملاعب متفرقة ضاعت بها ميزانية كبيرة من وزارة الشباب. ما حد شوف التفكير المسؤول. ليش أقول أنه دائما وأبدا من يجيك مسؤول تفكيره نظيف للرياضة وكذلك يعرف شلون يطور الرياضة، كان انبنت هيج اسباير او هيج اكاديميه. يمكن رياضي انا هذا قصدي. لا، وزاره الشباب لو مخصصه، مو هاي تخصيصات وزاره الشباب والرياضه لو مخصصه. كابتن عدنان استلم ما استلم فتره طويله، قصيره بس انا قصدي شنو؟ ثاني شيء هذا مشروع دوله، هو هذا مشروع دوله. اخوي حمزه، ليش قضى مو مشروع دوله؟ الدوله كابتن الدوله منو؟ لا من اللي صار كابتن عدنان درجال وزير، كابتن حمزه هو الداخلي. لا مو انا بس الدوله، لا هاي بس النقطه. الدوله يمثلها منو؟ القطاع مثل الشباب والرياضه يمثلها التمثيل الحكومي وزير الشباب من والرياضه. يقول ما قدم؟ بس دكتور هو انا كنت ذكرت يوم امس أتمنى او اول يعني امس من دكتور يقول ما عفوا، قدم؟ من جناب مو نفس رئيس الوزراء كان او امس او اول امس احنا كنا شكل هذه لجنه الخبراء كابتن عدنان من كان وزير الشباب والرياضه. في صدد انه هو عنده مشروع الحلم، في وقتها اللي عطل المشروع انه البنى التحتيه بالمحافظات ضعيفه. صح، يعني البنى التحتيه اضافه اخيره في نقطه هو ابن البلد والله اللي يتحدث لنا افضل شيء. لا نقطة أخيرة ناخذ معلومه ونعقبه. في شيء مهم في السؤال لازم تطرح، كيف يدخلوا اللعيبه؟ شكون يجيب اللعيبه ذوما لاكاديميه محمد السادس؟ وهذا الشيء انا مره نحكي انا والكابتن في العراق، قلت له عندكم مستشارين جهويين، عندكم كشافين جهويين في المناطق يروحوا يشوفوا اللعيبه. هذا شيء ماجد انا اريدك تتحدث لي وارجوك اللي يدخل وياك اقطعه، قل له وقتي. اوكي حلو؟ يمك بعد ان شاء الله. الفكره التاسيس منو المبادره من منو وشنو تكاليف هاي الاكاديميه؟ يعني التكاليف الماليه لها شنو؟ حتى المسؤولين عندنا هنا يسمعون. هو لا يمكن ان نحدد رقم، ولكن هي ارقام مهمه وارقام تعكس حجم هذه الأكاديمية. اليوم الصحافة الفرنسية تتحدث عن هذه الأكاديمية. دعني أقف عند نايف أكرد الذي يلعب اليوم في ويست هام، هو أحد أبناء هذه الأكاديمية، خريج أكاديمية محمد السادس. أن تتحدث عنك ديلي ميرر وذا سان والصحافة البريطانية وعن هذه الأكاديمية، نعرف قيمة وثقل الإعلام الإنجليزي، وبالتالي حتى هناك مدارس تمثل أندية من مانشستر أو من تشيلسي أو من أرسنال وأندية فرنسية اختارت هذه الأكاديمية من أجل إجراء فترات تدريبية. علاوة على موضوع أسباير مثلا، اليوم هذه الأكاديمية تتوفر على مركز طبي بأحدث المعايير العالمية، وبإمكانه تشخيص الإصابات، وبإمكانه أن هذا المركز أن يوفر شروط من أجل إعادة التكوين حتى في المجال الصحي وأمور كثيرة. وبالتالي اليوم نرى هذه الأكاديمية نموذج يحتذى في ظل أمور كثيرة. حتى إنفانتينو عندما زار هذه الأكاديمية وهو الربان وهو القائد وهو رئيس الفيفا والاتحاد الدولي، هناك انبهار حتى أن تكون هذه الأكاديمية من خلال ملاعبها حاضرة لتكون مسرح لتداريب الأندية التي تشارك نموذج كأس العالم على مستوى الأندية في المدة الأخيرة. هذا يثبت بأن هناك فكر، هناك فلسفة، هناك قناعة، وهناك تطلعات كبيرة. وربما عصام الحضري أشار لهذه النقطة من خلال حديث خاص، أشار للإمكانيات التي توفر على المغرب في هذا. فيها جانب اللاعبون ماجد، اللاعبون يدفعون مبالغ ولا في 2000 و 2500 درهم ما بين 6 و12 سنه وما بين 13 و 16 سنه يدفعون. لا، وهناك حالات استثنائيه. لا مش تفهم، في جانب ربحي وفي جانب تكويني طبعا. وهذا هذا هو العقل. في جانب ربحي لمن يريد معناتها ان يدخل الاكاديميه وباش يدخل الاكاديميه وذا لاعب ومعايير غير ماديه. معايير، هناك معايير من لجنه. حلو، نجي على المعايير. نعطيك في الجانب الربحي. خلينا بالمعايير. الجانب الربحي في ما بين 6 و 12 سنه 2000 درهم مغربي، ما نعرفش قداش يجي من دولار، وفي حتى 16 سنه 2500 درهم. اما في معايير باش يدخل
اما في الجانب الاخر التكويني اللي يروح هما الكشافين يجيبوا لاعبين مغاربه ويدخلوهم والدوله هي اللي تصرف عليهم. جيد زين. انا عايز بس اقول حاجه. تفضل. انا يعني لازم شهاده قدام معايير ربنا، المثل. يعني بعد اذنك يا مجدي. حبيبي انا شهاده قدام ربنا. انا رحت طبعا بنفسي، كان عنده معسكر هناك وقعدت 10 ايام. الصراحه انا اول ما دخلت الاكاديميه يعني من اول باب كده عارف اللي هو يعني مش مقتنع. بعدين طلبت صديقي يعني موجود في الاكاديميه، كان هناك منتخب مصر الاولمبي بنلعب هناك ماتشين. بص يا علي، لو قعدنا نتكلم ومهما نتكلم انت لازم تشوف بعينيك. انا رحت هناك شفت 10 ملاعب، لفيت ال10 ملاعب، لو انت بتبص الملاعب زي ماجد ما قال لك مدخلين النجيله الطبيعي مع النجيله الصناعي على احدث نجيله على مستوى العالم كلها، على زي ميكس اللي هي احدث حاجه نازله. ما عادش في الوقت النجيله بتبقى كلها ايه؟ طبيعي. احنا ممكن نعمل الطبيعي، بس انا بكلمك النجيله داخله ببعضها، ما تحسش ان دي ولا تعورك ولا اي حاجه. محمد كل شيء. الميزه اللي هناك كمان ان كل ملعب بتاع منتخب لوحده فقط لا شيء. يعني مثلا المراحل السنيه 16 سنه، الملعب بتاعه ده ما فيش حد بينزله الا هم. والصيانه بعد الملعب، قبل الملعب بترش، وبعد ما يخلص الصيانه تتعمل والملعب بترش ويتقفل. مش يتقفل بها، لا، ليه بوابه عاديه. المراحل السنيه كلها عندها جيم كبير. المراحل السنيه عندها جيم كبير ومطعم مخصص لهم. الفريق الاول، المنتخب الاول، له اوتيل لوحده ومطعم لوحده وجيم لوحده والملعب بتاعه لوحده. ممنوع حد يجي عند المنتخب الاول. طيب فريق الانسات لهم ملعب لوحدهم، نفس الحاجه. عشان كده تلاقي منتخب الانسات برضه متقدم. الملعب اللي هو الكره الشاطئيه، منتخب اللي هو الكره الشاطئيه اللي هو بتلعب اللي هو على البحر ده، عامل لهم ملعب نفس الحكايه في قلب اللي هي الاكاديميه. ليه كل ده؟ وهدوء، ريكفري، فيتامينات كل لاعب اللي هو اللاعب اللي محتاج، مركز طبي على اعلى مستوى، الاجهزه اللي انت عندك اصابه وبترجع من الاستشفاء بتاعك وبترجع بسرعه. ليه كل ده؟ ما انت لازم كل ده يعني هدف. لازم يحصل كده. هل هو علي هذا عمل خارق لو اكو اراده حقيقيه؟ اليوم ايش قد ننفق؟ الاراده ودعم الدوله. ايش قد ميزانياتنا؟ وامين قال لك حاجه، هذا كله يقوله يعني امين قال لك شنو إيه؟ قيمته امام هاي الاراضي بغداد فاضيه؟ في 3 حاجات هنا مرتبطين ببعض. ايه الاول؟ قال لك ان انت في لاعب بيخش ب 2000 درهم، ما اعرفش كام، 2000 او 2500 $200 $200 ماشي. 200 أورو. الكشافه، مبلغ زهيد. المدربين اللي هم بيشوفوا بعينيهم وبيجيبوا وبيدخلوا الاكاديميه، دول من غير فلوس. دعم الدوله. رابع حاجه الفيفا. شفت قال لك انفنتينو، دعم فيه من الفيفا بيدفع للدوله، فلوس بتتاخد بتخش للدوله، كابتن بتخش حضري الاكاديميات. زين أكبر داعم انا سؤال الفيفا. حضري، هذه ليش ما موجوده بمصر؟ هسه احنا راح نتحدث عن ليش ما موجوده بالعراق؟ ليش ما موجوده بمصر؟ حبيبي ما احنا دي محتاجه حاجات كتيره، محتاجه سياسه، محتاجه سياسه من او فوق، محتاجه سياسه في وزاره الشباب والرياضه، محتاجه سياسه من اتحاد الكوره. ليش ما موجوده بالكويت؟ لا لحظه بس لا ليش ما موجوده بالكويت؟ احنا من زمان ما عندنا هالشيء هذا. ليش ما عندكم فلوس؟ عندنا الامكانيات وعندنا الاراضي وعندنا كل ما وعندكم النجوم والمواهب. كل شيء عندنا. ليش لا عندنا؟ وعندنا ستاف خبره وعندنا اكاديميين عندهم دراسات خاصه في الترويح والرياضه. ليش ما موجوده؟ سياسه الدوله، مثل ما رجعنا مره ثانيه. وزير الشباب والرياضه ليش ما يقدم مثل هذا الموضوع؟ احنا للاسف رئيس اللجنه الاولمبيه ليش ما يقدم؟ علي، للاسف الشديد علي، اللي قاعد يجونا فيه سياسه عندهم الرياضه. لاعب الكوره بتاعهم يهم الدوام، يهم الشغل، ما يهمش الكوره. عارف ليه؟ ان هو بيقول لك ايه، انا باخد في الدوام كم راتب شهري واروح الصبح لحد الساعه 3 كويس. النادي مش عامل له عقد، النادي مش يا سيدي فهمني بس يا سيدي، النادي مش عاطله عقد. طب هي النادي انت النهارده انا بديك مرتب، نعم. انت هتهتم مع مين؟ مع الدوام ولا مع النادي؟ لا مع الدوام. حلو. الدوام بيدوا له مرتب عالي وبيدوا له معاش عالي. بعد ما هيبطل كوره الدوام بتاعه والشغل بتاعه. نفس قطر النادي في لا البداية. ماجد نفس ماجد. قطر هيش كان. ماجد كابتن معايا
هسه قبل ما أولاً الاستاف كله قبل ما الاستاذ علي الاستاف كله يعني كلهم اجانب لو استاف من داخل المغرب؟ لا، انفتاح على افكار غربيه ومستشارين وامور كثيره، ولكن واللاعبين فقط مغاربه ولا حتى مقيمين ممكن؟ لا، بامكان لو مواهب تنتمي لدول معينه من خلال ولكن دعني اقف عند كلمه مهمه. علينا ان نتحدث في العمق. لولا الاراده الملكيه والطموحات الشعبيه وفكر الرجال لما كانت أكاديمية محمد السادس التي اليوم هي بتوقيع عالمي. لو لم يكن فوزي لقجع، وهذه شهادة للتاريخ، هو رجل استثناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لماذا؟ دعني أن أتحدث عن كاريزما الرجل، كيف تدرج إداريا من نهضة بركان لينفتح على أمور كثيرة من خلال الاتحاد المغربي، كيف وصل لرئاسة الاتحاد المغربي من خلال قناعة قبل مؤازرة. والأكثر من ذلك الرجل هو خبير اقتصاد، يمتلك شهادات عالمية، ما له دخل بالرياضة. ورغم لا كده بالعكس هو خليط، لا اسمح لي، هو خليط ما بين عاشق كرة القدم والإداري الذي تدرج والاقتصادي الذي يتحكم في اقتصاد المغرب من خلال خطط وقراءات. فوق كل ذلك الرجل اشتق من اسمه كلمة فوزي كلمة فوز ليترجمها ميدانيا من خلال انفتاحه على العلاقات الخارجية. رجل ذكي دبلوماسي، فتح قنوات الاتصال مع أهل الكرة على امتداد إفريقيا، كيف فرض الحضور كاسم استثنائي، كيف تحول لعضو في الاتحاد العربي، كيف فتح أبواب الفيفا، كيف أضحى إنفانتينو يستشيره في أمور كثيرة. شوف بس أقول لك حاجة بس، والله أقول لك حاجة بس خلينا بس أكمل. شوف احنا لو عندنا اليوم العراق عندها كل الامكانيات وعندها رئيس دوله في هدفه. اي بتكلم هو نصف عراقي، نصف عراقي. لا هو يحاول يبعد الموضوع حتى لا يزعل. أنا عايز بس احكي على الكويت مثال يا بعد قبل انتم ليش ما تابون؟ صحيح انا قاعد اتكلم اليوم، انتم من كم سنه ما عندكم رئيس اتى وكان يهتم بالجانب الرياضي؟ يعني اليوم دولة الرئيس حط كل ثقله. احنا صار لنا سنين يونا وزراء الشباب والرياضه، او خلينا نقول الرياضه، ما عمرنا يو حطوا استراتيجيه مع الدوله، تضع الدوله استراتيجيه. ترى عندنا كل هذا، يعني كان لما كنا احنا في هيئه الرياضه وضعنا استراتيجيه لمده لسنه 30 22 30 انه يكون في هناك مدن رياضيه معاها كل مستلزماتها من ملاعب، سله، طائره يد، ايضا مراكز طبيه في كل المحافظات. عندنا 5 محافظات تقريبا. هذه الاستراتيجيه حتى انا ليش المسؤولين الرياضيين ما قدموا للامير؟ الامير ما قدموه. ليش ما يقدموا؟ ما ادري هل الدوله ما يريدون لو ما يريدون؟ والله ما اعتقد. علي جيد ما يريدون. علي انا هقول لي بس ماجد حاجه، وكنا في الاوتيل بنتكلم فيها. رغم ان احنا كل ده بنتكلموا على الكره المغربيه وعلى المنتخب المغربي وعلى الاكاديميات وكل حاجه، تبص للكره المغربيه دون مستوى في الوقت الحالي. دوري يعني؟ بس دوري الا نادي واحد، بركان، نادي نهضه البركان اللي هو برضه بتاع فوزي لقجع، كان رئيس سابق للنادي وداعم برضه. يعني الانديه الكبيره الوداد لا مشاكل ماديه كبيره، ما فيش عندهم مشاكل ماديه. نادي الوداد، نادي الرجاء، خروج من بطوله افريقيا ان كانت من الشامبيونز ليج. في الجيش الملكي مستقر، والجيش الملكي خلاص مستقر الحين مستقر. خروج الوداد من الشامبيونز ليج، خروج الرجاء نفس الحكايه. الوحيد اللي كمل لنهائي افريقيا هو نهضه البركان. شفت كل ده وبنتكلم على الكره المغربيه، بس في ازمه في الدوري المغربي، في ازمه في الدوري المغربي. إضافة في هذا الجانب، أكيد موضوع الدعم والشركات والاحتضان أمور كثيرة، ولكن الدوري المغربي لديه مزايا تختلف عن باقي الدوريات. مثلا هناك شركة تتكلف في برمجة المباريات، شركة أجنبية، حتى لا تكون هناك فعلا حتى لا تكون هناك ردود فعل من بعض الأندية أو اختيار أوقات معينة. إذن هذه تعود لمن؟ فكر فوزي لقجع. دعني أن أتحدث عن نقطة جوهرية كباتن. عندما نتحدث عن الكرة المغربية اليوم نتحدث عن منتخب الكبار. لن أعلق على ما حدث في مونديال قطر. الفريق الأولمبي ما قدمه، السنة المنصرمة، منتخب أنا حتكلم عن كل هذه النقط. منتخب أقل من 17 لعب فاينل كأس إفريقيا وخسره، ولكنه بلغ ربع نهائي كأس العالم. دعني أتحدث عن منتخب السيدات الذي لعب نهائي كأس إفريقيا. شكون يدرب منتخب السيدات الحين؟ اليوم خورخي بيليدا هو الذي فاز مع منتخب إسبانيا بكأس العالم. شوف اختيار هذا المدرب الذي أوصل إسبانيا لكأس العالم،
اختاره الاتحاد المغربي. دعني أتطرق لنقطة أخرى. فريق الجيش الملكي على مستوى السيدات فاز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات. منتخب كرة الصالات هذا إنجاز استثنائي، هو صاحب كأس إفريقيا من خلال النسخ الثلاثة الأخيرة، هو بطل كأس العرب من خلال النسخ الثلاثة الأخيرة، هو بطل القارات، هو الفريق الذي أضحى ثامن العالم وخسر في ربع النهائي أمام من؟ البرازيل بهدف واحد. إذا هناك منظومة متجانسة تصنع توازن، وبالتالي مستمرة. حتى فوزي لقجع لا يفكر في المنتخب الأول، وزع المهام والفكر ليكون هذا النجاح الذي يشمل كرة القدم المغربية، وبالتالي حتى كرة القدم النسائية أن تختار لها مدرب فاز مع إسبانيا بكأس العالم، هناك فلسفة وتطلع وطموح كبير. طيب علي، المشاريع ذي لو تسمح راهو مش كانت الدولة والاتحاد فقط، راهو في عنصر بارز وداعم لكي يكون عندك مشروع وتقدمه تاخذ معناتها تمويل اللي هو الفيفا. الفيفا يمول جميع المشاريع، الفيفا بس انت تقدم مشروع في معايير، في معايير تقدم مشروع الفيفا تمول. انا قلت لك الفيفا، قلت لك قبل حاجه ايه؟ قلت لك الفيفا. احنا تو المنتخب 2016 اللي باش ناخذوه، معناتها باش ناخذوه انا ويبقى معايا موسم كامل في مركز كيما محمد السادس في تونس. في المركز هذا فيه دعم من الفيفا، يساعدونا يعني يساعدونا بالمبالغ ويساعدونا مبالغ سامحني خلينا نقول في مشاريع منشوره حتى على الويب سايت تبع الفيفا. مثال المشروع هذا تي دي اس فيه معايير، تقدم المعايير الفيفا تعطيك فلوس. ابو مصطفى يعني احنا بالعكس هسه احنا نشيد بمثل هيك مشاريع، بس المشروع ما يتحمل بس الوزير، مشروع دوله. يعني اليوم احنا من اشدنا ب اسباير اللي بقطر، واليوم نشيد بهاي الاكاديميه. هذا عمل دوله، هاي راد لها مبالغ ضخمه. اليوم احنا صدقني احنا نقدر لو ما نقدر، بس اسمع بس خلينا نكمل. نقدر لو ما نقدر. اليوم لو استجاب رئيس الوزراء لمشروع كابتن عدنان درجال، صدقني تطلع كل القنوات العربيه والخليجيه تتغنى بهذا المشروع. ليش يوم رئيس الوزراء ما استجاب لعدنان؟ هو هذا المشروع. قانون للصرف. كابتن حمزه يحكي بشكل يعني مسطح. نقول احنا اليوم كل وزاره عندها ميزانيه موازنه. ما له دخل الوزاره يا حبيبي. السوداني مع جل احترامي راح يطلع له يقول له ما له دخل. دعم دوله هذا بصرف. الدوله متالفه من وزارات، لازم يقعد وياه حتى اخي مو انا يشرح له المشروع. انا مو مفتهم هذا. شنو الفائده اني اليوم؟ بس اسمع لي، شنو الفائده من كان الكاظمي يعني موجود مقاعد والله. لا تسمعني، من كان الكاظمي الكابتن عدنان درجان مقدم لنا المشروع مال الحلم ورافضه. يعني اليوم انا رئيس الوزراء متجاوب وداعم ومساند المن حتى يطور الكره العراقيه. اليوم انا من اقدم له المشروع، مو تقدم له مشروع اخي قبل كل موازنه. بس اسمعني يا اخي، وانا مطلع على هالموضوع. وزاره الدفاع شو تريد تسليح تقدم ضمن موازنتها، تصير مصادقه من مجلس النواب. يا اخي يا اخي اوكي هسه راح بس خليني افهمك الحاله شلون تصير. بس هذا ملعب المدينه شلون صار؟ افتهمت ضمن موازنه وزاره الشباب والرياضه. التكريم بس اسمع. نعم. التكريم من فاز المنتخب او فاز المنتخب الاولمبي هم من ضمن الموازنه. لا يا اخي هذا التكريم انت تحكي على مشروع بمليارات. لا قطع اراضي مو اموال. قطع الاراضي اوكي هسه راح اجيب موافقه مجلس الوزراء. لك هذا المشروع اعطيني بدل ما انا اعطي 30 قطعه او 40 قطعه، اعطيني انا فد قطعه مساحتها كبيره واعطيني دعم حتى انا انفذ لك هذا المشروع. جيد. انا حتى اخذ تصريح لطارق السكتيوي اليوم الاشاد باللاعبين، وطبعا تصريحه لصحيفه المنتخب المغربيه، اشاد بلاعبي، عبر عن سعادته بالفوز اللي يتحقق، قال طموحنا ان نذهب بعيدا وان نتطلع الى الذهب، واكد بهذا التصريح قال نملك رئيسا عالميا، يشيد بفوز الاقجع بتصريحه. كلام منطقي. لماذا؟ لأنه عندما ترى هذا الرجل إلى جانبه وليد الركراكي في المدرجات، وتنظر لردة فعل هذا الرئيس الذي تحول لمشجع،
وكيف التحق بالعناصر في أرضية الملعب. هناك منظومة متكاملة، هناك قنوات اتصال على امتداد ربما اليوم أو 24 ساعة. دعني أتحدث عن ردة الفعل الإيجابية عندما يكون هناك ربما موضوع سلبي، ونتحدث عن الهزيمة أمام أوكرانيا. كيف انتفضت كل المكونات وكيف تم احتواء الموضوع بأساليب راقية وبفكر ومنهجية علمية حتى نرى هذا الحضور لكل حصان كبو. ولكن اليوم هذا الحصان يواصل الحضور في حلبة الأولمبياد، وهدفه أن يدخل خط الوسوط مع مهمة صعبة، ولكن نسبق الأحداث لأن الإرادة موجودة. هناك نقطة أساسية، طارق سكيتيو يستمد مجموعة من ربما النصائح. شخصية الرجل موجودة، تحكمه في خيارات اللاعبين موجود، ولكن ما خاب من استشار، وبالتالي نرى هذا الحضور. دعني أتحدث عن لقطة فيها الكثير من السمو الرياضي كابتن علي. بعد نهاية مباراة المغرب وأمريكا، قبل المباراة صرح أحد لاعبي المنتخب الأمريكي اسمه كيفن باريدس بأنه لا يعرف الكثير عن المغرب، ولكن بنهاية المباراة، وهنا نقف عند نقطة، اللاعب الأمريكي غير مثقف كرويا، أتحدث عن انفتاحه على الثقافة الكروية. عندما قال لا أعرف الكثير عن المغرب، انهار بعد الهزيمة ب4 أهداف، حتى الدموع. لو كانت هناك لقطة احتواء أشرف حكيمي الذي أوقف الفرحة ليعانق هذا اللاعب الأمريكي ويمسح دموعه. هنا رقي. أنا مو مع بهذا التصرف. ليش؟ امريكا تعرف انت شنو وضعها. لا نفس ارضيه الميدان. الرياضه سياسه. اليوم احنا فرحتنا بس عفوا فرحتنا احنا دبل اليوم. بلد عربي مثل المغرب فاز، وفاز على من؟ عن بلد هو ضد العرب وضد المسلمين، وهذا ما اليوم تشهد الساحة كلها من قتل ودمار سببها أمريكا. هاي فرحتنا اليوم، فرحة كبيرة أنا وبالصقر وكابتن أمين وكل العراقيين. بس لا روح الرياضية. الروح الرياضية نختلف. هم لا يملكون الروح الرياضية. هو من حقه. لا يملكون لاعبين أمريكان بالدوري العراقي لكرة السلة، ولا يملكون الإنسانية. بالذات الفترة الأخيرة بدت الامور تبرز ويتوضح هذا الكره وهذا الاذى. بس هذا لا ما له علاقه، ما له علاقه بسياسه حكومه اليوم. معارض ممكن له. لا الدليل قلت لك اليوم ما تشوفه من مشاهد. اليوم في المانيا شاب عربي مجرد مرتدي تيشيرت بالعلم الفلسطيني اخذوه القبض عليه. يعني شوف وين العنصريه والكره. صحيح. ولهذا والله اني احنا نصير احسن. لا ما كان فكري غير اني، بس الان تغير. اتركونا من السياسه يا شباب. لا السياسه اصبحت جزء من الرياضه. انا اختلف من خلال وجهه النظر. سامحني، لأن الامور اختلطت. الحين الغرب هم من ارادوا ذلك. احسنت. الغرب هو من اراد خلط الرياضه بالسياسه. ولكن اليوم سامحني، اليوم كان لاعب يحمل علم فلسطين ولا يشيل صورة حكيمي شباب مع اللاعب الامريكي سوي عقب. بالضبط سوي عقب. هذا مش سامحني هذا مش دمج السياسه في الرياضه. لا نخلط الامور ما بين ما هو سياسي ورياضي. انا مع الروح الرياضيه. لو رايت حادثه سير فيها عائله امريكيه فيها 3 بنات او طفل صغير، الجانب الانساني لا استسمح يا صديقي. عندما تقول لا اسمع يا حبيبي، لماذا نخلط السياسة بالرياضة؟ مش احنا نخلطوا في السياسة بالرياضة، مش احنا نخلطوا في السياسة بالرياضة. لا ولكن كابتن هم البداية. أنا تحدثت عن موقف وردة فعل طبيعية من لاعب يمتلك سمو رياضي، يؤمن بفلسفة الإخاء الرياضي، لا يتحدث عن قميص الطرف الآخر مهما كان، ولو كان هذا اللاعب من أي بلد في العالم حتى إسرائيلي من خلال حضن. إذا حتى إسرائيلي إذا لا شنو الفرق؟ كابتن عصام بارك الله فيك. هم وجهين لعملة واحدة. من تقول لي أي بلد إذا حتى إسرائيل ممكن نشوف الصور، ممكن نشوف الصور. لا احنا هيك حالة ما ممكن، هذا ما مسموح. اليوم إذا داعم كبير لإسرائيل بسياسته بقتل أبنائنا بتشريدنا بالقهر اللي شفناه هم أمريكا، وإحنا كشعب عراقي عانينا ما عانينا يا حبيبي. كلنا معك في الفكر ونحتوي هذا الموضوع. وكرياضة عراقية وعربية عانت ما عانت، والسبب أمريكا واللوب الصهيوني. فلا تقول لي إسرائيل ماكو. هم واحد.
انا لا ما عندي بربي اسمع لي حبيبي، شنو الفرق؟ انا ولو خرجت معك خارج الاستوديو ونتحدث معك في امور لا، لا، سياسيه مش سياسة، مش احنا اليوم في سياسة. جلسه رياضيه. يا ماجد يهديك طب احنا يا ربي. جماعه ليه ما نجيبش سامحني، الموقف؟ ربي استنى بس، يسامحك. ليه ما لا، نجيبش الموقف لحظة، ان لحظة. استنى بس لحظة، حكيم نكمل في الموضوع هذا. انا بس لحظة. برضه ليه ما نتكلمش على موقف ان ده حكيمي موقف لو. يعني جيب طبيعي بطريقه الانسان طبيعي. لا ما نحكيوش على ليه ما نقولش ان هو ده جه حاجه هذه طبيعته. غصب يعني حكيمي لا يفكر في الرجل بس بانه امريكي، هو ليه كده؟ حكيمي ينظر لموقف مش على انساني. حكيمي يا جماعه بس حبيبي بس انت تحكي على عدم دمج السياسه بالرياضه واحنا نعاود نقولوا لك راهو الغرب هو من دمج السياسه ليش في دوله عربيه ليش روسيا حرموها من كل شيء وفلسطين موجوده؟ اقول العفو اسرائيل في موجوده. دوله عربيه منع علم اوكرانيا؟ خير هاي سامحني، السياسه. في دوله عربيه منع علم اوكرانيا؟ في دولة عربية منعت علم اوكرانيا؟ أنا لا أتدخل في لا الأمور. لا جاوبني، في دولة عربية منعت علم لا اوكرانيا؟ بشرط ان يكون هذا البرنامج لا. ليالي باريزه السياسيه لا، الرياضيه، لا حبيبي، نناقش لا، حبيبي لا. ما هو رياضي، ودي انا سألتك نناقش ما هو سؤال رياضي في الملاعب، انا لا اعلق الا على ما في هو الملاعب رياضي. المغربيه غدوه تدخل بعلم اوكرانيا يعاقبوا ما يعاقبوش، في الملاعب التونسيه تحمل علم اوكرانيا ما نعاقبوش، في الملاعب المصريه ترفع علم اوكرانيا ما يعاقبوش. انا بس نوجه لك سؤال اخير. لا خليني نكمل لك. لا، حكيمي انت ضد حكيمي في الموقف. مش دخل حكيمي. لا انت تحكي لي. يا ولدي انا احكي لك، انت قلت لا على دمج السياسه بالرياضه، قلت لك مش احنا اللي دمجنا السياسه بالرياضه. اليوم كان علم فلسطين ترفع في اي دوله اوروبيه يمنع من علم فلسطين في اي هل دوله. هناك عربي لا يؤمن بالقضيه الفلسطينيه؟ يا حبيبي، هل تحكي في هناك موضوع عربي لا يؤمن تحكي في موضوع آخر أنت. بمعاناه جاوبتك على ويحس سؤالك. بمعاناه الشعب الفلسطيني؟ أنا كلنا جاوبتك. فلسطين، أنا كلنا مع جاوبتك على غزه، سؤالك. كلنا نؤمن بالمبادئ، ولكن ضد لاعب أشرف حكيمي عندما عانق هذا اللاعب لم ينظر موضوع مش لجنسيته، حكيمي يا لم ينظر. ماجد، يا ولكن ماجد. ماذا تدخل ابو عبد الله في يا الموضوع ماجد. على اساس انه ضد فكر ما تعامل معه اشرف يا حكيمي؟ ماجد انت تقول للمره الالف يا كابتن علاء مو المرة- صحيح مداخلتك، عفوا مو صحيح مداخلتك، ليش؟ مو صحيح. اثنين دي يحجون اربعه يجون هدي الوضع، هدي الوضع. يتعاركون هم. شكرا اتركونا من السياسه. احنا رياضة، بارك للمغرب، بارك للمغرب ونبارك لمصر. انا دخلت على كل من قال لان انا اريد ادي الوضع. اوكي كل من قال رايه. رياضه مو احنا سياسه. ننقص موضوع تدخل الرياضه او تدخل السياسه بالرياضه، هم اذا يريد يدخلوها خلي يدخلوها. ليالي باريس برنامج رياضي وكره اولمبياد. بالضبط ما نتدخل بالامور السياسيه. احنا في الفكر اما نحب نعاود نفكر لك المره يا 1500 مليار انه مش العرب اللي دمجوا السياسه في الرياضه، انه الغرب هو من دمج السياسه في الرياضه. وانا قلت لك كلنا فلسطين وكلنا غزه. مش على فلسطين، الرياضه مش احنا العرب، مش احنا اللي دمجنا السياسه في الرياضه، الغرب هو من دمج السياسه في الرياضه. وهذا ليس مسرح للنقاش فيما يتعلق بالافكار السياسيه. يناقش ما هو رياضي وكروي. احنا عندنا منبر لازم نتكلم كلام. شكرا انا جزيلا. تحدثت عن لقطه بالاخير وساختصر. اشرف حكيمي لم ينظر لهذا اللاعب بانه امريكي، نظرا للروح الرياضيه. احنا مو نقطة مختلفين نهاية. معك. مش مختلفين شكرا معك. جزيلا. شكرا ابو عبد الله. بس أبو شكرا. مصطفى. لا كافي، أبو لا مصطفى، سياسه كافيه. اكثر من البن سبورت من ابو تريكه اكثر من مره يتناول. وتعرف البن سبورت ما بهاي المساحه وجلسه واراء. كم مرة يتكلم عن قضية يجب على كل إنسان كلنا داعمون للقضية الفلسطينية. على القليل الله يعني نحاسب على كلمة، هذا أقل ما بكلمة أقل. يذبحون واحد يروحون ما يفرحون. ممكن هذا. كلنا داعمون لمثل هاي القضية الفلسطينية اللي هي قضية تاريخية، قضية أبدية للعرب والمسلمين، لكن نحن هنا في رياضة هي مجرد صورة حكيمي اجى باص لاعب امريكي ويهدي من عنده وهاي ويحسب له الموقف ويحسب له الموقف. احنا حتى نبين لهم اخلاق الاسلام شنو؟ نعم. وهم اخلاق احنا اخلاق الاسلام احنا اللي رحنا له. احنا اللي نبي نبين. هو اللي راح له. اوقف افراحها ليعانقها تحسب للرجل. طيب لم ينظر لجنسيته. حتى ننتقل لمباراة مصر مع الباراغواي. باراغواي. مصر مع الباراغواي خل اخذ استطلاع لعدد من الرياضيين يتحدثون عن تأهل المغرب الى نصف نهائي دورة الالعاب. قصدك مصر؟ تأهل المغرب. انت تكلمت عن مصر الحين. تأهل المغرب الى نصف نهائي دورة الالعاب الاولمبية في باريس. تابع. طبعا المنتخب المغربي هو يعني المنتخب العربي اللي قدم اوراق اعتماده منذ المباراه الاولى عندما هزم المنتخب الارجنتيني. لم يكن فوزا يعني اعتياديا، بالعكس يعني كانت يعني اسود اطلس كانوا يستحقون الفوز عن جداره واستحقاق، وقدموا انفسهم على انهم مرشحين. خاصه الجهاز الفني للمنتخب المغربي صرح قبل البطوله الهدف
هو الوسام الذهبي. وعندما شاهدنا مشوار المنتخب المغربي المباراة الأولى وحتى الثانية عندما تعثروا أمام المنتخب الأوكراني، عادوا للتعويض للأسف أمام منتخب بلدنا، وقدموا مباراة كبيرة جدا، أثبتوا بأنهم يمتلكون لاعبين على مستوى عالي. أتمنى أنا كعربي بأن المنتخب المغربي بأن يحصل على الوسام الذهبي في هذه البطولة كإنجاز، سيبقى إنجاز تاريخي، خاصة الكرة المغربية تألقت كثيرا في كأس العالم الماضية، وصلوا للمربع الذهبي. الكرة المغربية اليوم تمتلك مشروعين، يعني مشروع الداخل ومشروع اللاعبين المحترفين في أوروبا، وأنا دائما أقول يجب أن نستفيد من تجارب المغرب. واضح من البداية بأن المغرب منتخب يعني متكامل، منتخب يملك من المواهب الكثيرة. هناك لاعبين كثر تأسسوا في برشلونة وفي أندية كبيرة في العالم، بالتالي الحديث عن المنتخب المغربي كمنافس الآن في المرحلة المقبلة قد يذهب إلى المباراة النهائية، رغم أن مباراته في النصف النهائي ستكون أمام إسبانيا وهي أيضا مباراة صعبة. لكن المنتخب المغربي يؤكد مرة أخرى بأن الكرة المغربية أصبحت كرة يحسب لها ألف حساب على مستوى العالم. هم الرابع في كأس العالم قطر 2022، والآن هم في المربع الذهبي في الأولمبياد. أعتقد بأن الكرة المغربية مثال يحتذى به للمنتخبات العربية الباقية.